عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا عايزه اقول لكم حاجه، انا اي حاجه بتكلم عنها معاكم بتبقى علشان اهالي اتكلموا معايا فيها وطلبوا مساعدتي وقالوا لي طب نتعامل ازاي او نعمل ايه. عاده الحمد لله على قد ما بقدر بحاول احلها، او بقول لهم انه لازم يبقى فيه استشاره مع دكتور. النهارده هتكلم على موضوع غلس شويتين 3 4 كده، وهو موضوع الموبايلات والنت وتاثيرها على اولادنا من سنه ل4 سنين. انا عايزه اقول لكم بس حاجه كده، معلومه كده صغيره، ان من ساعه ما الموبايلات والنت دخل مصر سنه 95 96 تقريبا، وابتدينا احنا نسلمه لاولادنا. في كده دراسه مخيفه انا قريتها، وبرده انتم ممكن تتاكدوا منها عن طريق النت. نسبه كبيره جدا، اكتر من 80% من ولادنا سنهم اقل من سنه ابتدوا يتفرجوا على النت، والاهالي يسيبوا لهم الموبايلات. وده ادى مع اسباب اخرى، ساعات اسباب وراثه، ساعات اسباب جينيه، ساعات اسباب بيئيه، ايا يكن، ان نسبه التوحد تزيد جدا عندنا في مصر. يعني انا مش عايزه اقول لك من 39% ل 80% حصل زياده في نسبه التوحد عندنا. انا مش واحده متخصصه توحد او عارفه، بس عندي كده زي ايه هنتات. يعني حد قريب مني جدا كان متشخص فيتشرز اوتيزم، يعني سمات توحد، وكان بسبب التلفزيون. فعلشان كده انا يمكن عندي تجربه في الموضوع ده وفاهماها كويس جدا. ده معناه لو سمحتم ما تدوش لاولادكم الموبايلات، وبالذات لسن قبل سنه. غلط غلط غلط. احب اقول لكم انا عارفه ان ساعات بيبقى غصب عنكم، وعارفه ان ساعات بتبقوا مش قادرين او زهقانين عايزين تخلصوا حاجات، موضوع ان انتوا تعملوا شغلكم اونلاين، موضوع ان الولد بيزن وعايزاه يبقى ينزل بقى عن راسي. والله انا فاهمه الكلام ده كله، بس بجد انت بتضري او انت بتضر ابنك او بنتك بطريقه لا تتخيلها. سيبك بقى من نسبه التوحد. في دراسه تانية وهي دراسه امريكيه قالت برضو ان الولاد بيحصل عندهم خلل في الدماغ بيأثر على التطور اللغوي للطفل او الطفله، على الادراك، على اتصاله بالاب والام. يعني بيبقى واخد كده زي ايه، عزله، بابل لوحده، قاعد قدام الموبايل عمال يلعب وعمال. وده كمان على فكره بيزود العصبيه عنده، لان هو لو ما نجحش في لعبه او ما كسبش بيبقى مضطرب وعصبي، وازاي ما كسبش. طفل اولا واخيرا. انا لما جيت قلت للاهالي اللي كلموني في الموضوع ده ما ينفعش وليه ومش عارفه ايه، جم ناس معينه قالوا لي لا بس انا ابني كبير لما اديته الموبايل ده طور له اللغه الانجليزيه تماما، وبقى ياه بيتكلم انجليزي زي الاجانب بالظبط. تمام، حلو قوي. ولما طور له الانجليزي هو في العربي عامل ايه؟ لا هو ما بيتكلمش عربي قوي، هو بيتكلم انجليزي بس. معلش انا هاخدكم في حته تانية، بس ابنك لازم يتكلم عربي الاول، لان العربي لو هو اتكلمه الاول بيبقى سهل ليه انه يتكلم انجليزي. العكس مش صحيح. فما تفرحش ان ابنك بيتكلم انجليزي بس، لان ده برضه غلط وده مشكله لغويه عنده. اخر بقى الكلام اللي انا عايزه اقوله لكم، بدل ما دوشكم كتير، حاولوا يبقى فيه بديل. افتكروا اهالينا وجدودنا، خد الرز ده نقيه، خد البسله دي يا ابني افصصها، طلعي له يا ستي اسوأ الظروف، طلعي له الحله اللي يلعب بيها، يحط الحله الصغيره في الكبيره والكبيره في الصغيره، يحط الغطيان، عارفه اللي هي سلكه السنان دي، طلعيها خالص من العلبه بتاعتها وبتبقى العلبه مخرومه، خليه يحطها. ده سن سنه، على فكره سن سنه والله ما تخافوا. غير كده وكده انت لازم تبقي مستوعبه او قاريه انك في قدرات لابنك او بنتك في السن ده لازم تنميها. زي ايه؟ زي انك انت تمسكيه حاجات ناشفه علشان يقدر يمسك بعد كده المقص، يقدر يمسك حاجات كده. لازم تطوري دماغ ابنك وتحطيه على الطريق الصح. لكن انت بدل ما بتعملي كده، او انت بدل ما بتعمل كده، بتديله حاجه اسمها موبايل، بيحطه في عزله، بيعمل له تاخر لغوي، بيعمل له عدم ادراك، عدم تواصل معاك، بيؤدي انك انت ريحت دماغك ساعه ساعتين 3 بس. صدقني هتصرف مصاريف ربك وحده اعلم بيها في تخاطب وسلوك شادو تيتشر، هيطلع عينك من الاخر. جماعه خلي بالكم، ده بلاش. شكرا.